أهلا بيكم في قناة فهمناكو. وما تنسوش طبعا الاشتراك في القناة وتفعلوا زر الجرس وتعملوا شير عشان الكل يستفيد. وكمان ما تنسوش تتابعونا على الواتساب والتليجرام. أهلا بيكم مرة تانية في المحاضرة السابعة في السلوك التنظيمي. النهاردة بقى هنتكلم عن موضوع ممكن نقول هو قلب عالم الإدارة والبزنس كله: القيادة. إيه بقى اللي بيخلي شخص معين يبقى قائد والتاني مجرد تابع؟ يلا بينا نشوف القصة دي. وعشان نبدأ بداية قوية، خلينا نسمع المقولة العبقرية دي للإسكندر الأكبر. بيقول إيه بقى؟ أنا لا أخاف من جيش من الأسود يقوده خروف، بل أخاف من جيش من الخراف يقوده أسد. جملة بصراحة تقف عندها. الجملة دي بتلخص كل حاجة. بتورينا إن القوة الحقيقية مش في عدد الناس ولا في إمكانياتهم وخلاص، لأ، القوة الحقيقية في الشخص اللي بيقودهم. القائد هو ده اللي بيصنع الفرق، هو اللي بيحول الفوضى لانتصار. طيب جميل. السؤال بقى، إيه هي القيادة دي؟ يعني إيه قيادة بالظبط؟ هل هي مجرد لقب كده على باب مكتب؟ أكيد لأ. القيادة دي عاملة زي الروح اللي بتتحرك جوه جسم أي منظمة. نقدر نقول عليها إكسير الحياة بتاع الشركات. هي اللي بتاخد الخطط والأرقام اللي على الورق دي وتحولها لواقع ملموس، لحماس يخلي فريق العمل كله يتحرك كل يوم. ولو حبينا بقى نتكلم بشكل أكاديمي شوية ونحط لها تعريف واضح، فالقيادة هي القدرة على التأثير. أيوة، حطوا ألف خط تحت كلمة التأثير دي. التأثير في مجموعة من الناس عشان يوصلوا لهدف أو رؤية معينة هم متفقين عليها. الكلمة دي هي سر الموضوع كله. طيب القائد بيأثر إزاي؟ مش بس بالأوامر واعمل كده وما تعملش كده، لا خالص. التأثير الحقيقي بيجي من قدرته إنه يلهم الناس، يخليهم مؤمنين بالهدف ده ومستعدين يطلعوا أحسن ما عندهم عشان يحققوه. وهنا بقى بنوصل لنقطة بصراحة بتلخبط ناس كتير قوي. هل القائد هو المدير؟ هل الكلمتين دول ليهم نفس المعنى؟ الإجابة وبكل بساطة لأ، في فرق كبير قوي بينهم. طبعا ممكن شخص واحد يكون قائد ومدير في نفس الوقت، لكن الإدارة كفعل حاجة والقيادة كفاعل حاجة تانية خالص. ويمكن ده أهم فرق لازم نستوعبه في موضوعنا النهاردة. بصوا معايا على الجدول ده بيلخص الفروق دي بشكل عبقري. وركزوا قوي في النقطة دي بالذات. المدير بيعمل الحاجات صح، إنما القائد بيعمل الحاجة الصح. كلام كبير. يعني إيه بقى؟ هقول لكم. المدير مثلا هيتأكد إن تقرير المبيعات الشهري اتعمل في ميعاده بالظبط وما فيهوش ولا غلطة. ده دوره، بينفذ النظام. لكن القائد هيسأل سؤال أعمق: هو تقرير المبيعات ده أصلاً أحسن طريقة نقيس بيها نجاحنا؟ مش يمكن الأهم إننا نركز على رضا العملاء وولائهم؟ شايفين الفرق في التفكير؟ واحد بيحافظ على المركب وماشي بيها صح، والتاني هو اللي بيحدد المركب دي رايحة فين أصلاً. تمام، بما إننا خلاص اتفقنا إن كلمة السر في القيادة هي التأثير، فالسؤال اللي جاي منطقي جدا. طيب التأثير ده بيجي منين؟ يعني إيه مصادر القوة اللي عند القائد وبتخلي يقدر يحرك الناس كده؟ هل هي بس السلطة الرسمية اللي معاه، يعني عشان هو المدير؟ الحقيقة إن الموضوع أعمق من كده بكتير قوي. النموذج اللي قدامنا ده بيورينا الخمس مصادر الأساسية للقوة دي. اعتبروهم كده زي الأدوات اللي في شنطة القائد واللي بيستخدمها عشان يأثر في الفريق. طيب خلينا نفصصهم بقى واحدة واحدة. نقدر نقسمهم لنوعين كبار. النوع الأول هو القوة الرسمية، ودي اللي بتيجي مع المنصب، يعني السلطة الإدارية وقوة المكافأة وقوة العقاب. دي بنسميها أدوات المدير. لكن في نوع تاني وده الأقوى بكتير، وهو القوة الشخصية. ودي بتشمل إيه؟ أول حاجة قوة الخبرة، لما الواحد يكون خبير في مجاله لدرجة إن الناس بتجيله مخصوص عشان رأيه ومعرفته. والأقوى من كل ده بقى قوة المرجعية أو الإعجاب، ودي بتيجي لما الناس بتحترم الشخص لشخصه، بيشوفوه قدوة ونفسهم يبقوا زيه. النوع ده من القوة هو اللي بيصنع القادة الحقيقيين. رحلتنا عشان نفهم القيادة دي كانت عاملة زي فيلم طويل ومثير. تخيلوا إن على مدار أكتر من 100 سنة العلماء والباحثين كانوا بيحاولوا يجاوبوا على سؤال واحد بس: إيه اللي بيعمل القائد الناجح؟ والإجابات اتغيرت واتطورت مع الزمن بشكل مش طبيعي. القصة دي بدأت بفكرة بسيطة قوي اسمها نظرية السمات. كانوا بيقولوا إن القادة الأول بيتولدوا بصفات معينة كده، مولودين قادة. بس لما الفكرة دي فشلت، ظهرت بعدها النظرية السلوكية. ودي حولت التركيز من هو القائد ده صفاته إيه ليه هو القائد ده بيعمل إيه. ودي كانت نقلة كبيرة، بس برضو ما كانتش كافية. وفي الآخر خالص وصلنا للنظرية الموقفية. ودي بقى اللي بتقول إن مفيش حاجة اسمها أحسن أسلوب قيادة، لأ، الأسلوب الصح بيعتمد على الموقف اللي القائد فيه. طيب خلينا نرجع لأول محطة في الرحلة دي،
للسؤال الأزلي اللي حير الناس من زمان قوي، هل القادة دول بيتولدوا كده؟ يعني هل الموضوع جينات ووراثة؟ دي كانت الفكرة الأساسية خالص اللي بدأت بيها كل نظريات القيادة. نظرية السمات، أو زي ما كانوا بيسموها نظرية الرجل العظيم، فضلت تحاول تلاقي قائمة كده بالصفات اللي مولود بيها القائد، زي مثلا إنه يكون ذكي قوي، واثق من نفسه وعنده طموح. بس بعد سنين وسنين من البحث، النظرية دي فشلت فشل ذريع. عارفين ليه؟ لسببين. أولاً، ما لقوش ولا صفة واحدة مشتركة بين كل القادة الناجحين في التاريخ، والأهم من ده إنهم نسوا خالص يبصوا على الموقف والظروف اللي القائد ده كان فيها. عشان كده فشل النظرية دي علمنا درس مهم: القيادة أعقد بكتير من إنها تكون شوية صفات بنتولد بيها وخلاص. الفشل ده بقى هو اللي خلانا نسأل السؤال اللي بعده، وهو سؤال أذكى بكتير. طيب طالما الموضوع مش في صفات القائد، يمكن يكون في تصرفاته؟ يعني هل في سلوكيات معينة لو أي حد فينا اتعلمها ومارسها ممكن يبقى قائد؟ ومن هنا دخلنا على عصر النظريات السلوكية. الباحثين عملوا أبحاث كتير قوي، وفي الآخر طلعوا بنتيجة مهمة. أغلب تصرفات القادة بتنقسم لحاجتين أساسيتين: الأولى، سلوك موجه ناحية الشغل أو المهمة، وده كل تركيزه إن الشغل يخلص والأهداف تتحقق. والتانية، سلوك موجه ناحية الناس، وده كل تركيزه إنه يبني علاقات كويسة مع الفريق ويدعمهم ويهتم بيهم. وبناء على الفكرة دي ظهرت واحدة من أشهر الأدوات اللي بنستخدمها لحد النهاردة عشان نفهم القيادة: الشبكة الإدارية. دي ببساطة شديدة عاملة زي الخريطة كده، بترسم أسلوب أي قائد. إزاي؟ بنشوف درجة اهتمامه بالإنتاج قد إيه ودرجة اهتمامه بالناس قد إيه. الخريطة دي بقى طلعت لنا 5 أنواع أساسية من القادة. في القائد السلطوي، ده اللي واخد 9 في الإنتاج و1 في الناس، يعني كل همه الشغل يخلص والناس مش مهمة خالص، وده بيعمل بيئة شغل تخنق. وعلى العكس تماما في قائد النادي الاجتماعي، ده واخد 1 في الإنتاج و9 في الناس، كل همه الناس تكون مبسوطة والجو حلو، بس الشغل ممكن يضيع في النص. وفي طبعا القائد السلبي، اللي هو ولا هنا ولا هنا. النظرية دي قالت وقتها إن أحسن قائد هو قائد الفريق، اللي بيجيب 9 في الإنتاج و9 في الناس، يعني بيعرف يهتم بالاتنين مع بعض. بس هنا بقى الموضوع بدأ يبقى معقد ومثير أكتر. الباحثين بدأوا يسألوا نفسهم، هل فعلا في أسلوب واحد بس هو المثالي؟ يعني هل قائد الفريق ده هو الصح في كل وقت ومع كل الناس؟ طب ما يمكن القائد السلطوي ده يكون هو الأنسب في حالة طوارئ أو أزمة، ويمكن قائد النادي الاجتماعي هو اللي ينفع مع فريق من الفنانين والمبدعين. الأسئلة دي هي اللي عملت أكبر نقلة في فهمنا للقيادة. ودي كانت بداية اللي بنسميه النظريات الموقفية، وأشهر واحد فيهم هو نموذج فيدلر. فيدلر قال يا جماعة، مفيش حاجة اسمها قائد كويس وقائد وحش كده وخلاص، في حاجة اسمها قائد مناسب للموقف ده. طيب نعرف الموقف ده ازاي؟ قال نقيسه ب3 حاجات. أولاً، علاقة القائد بالفريق، بيحبوه وبيثقوا فيه ولا لأ؟ ثانياً، طبيعة الشغلانة نفسها، هل هي واضحة وخطواتها محددة ولا غامضة ومحتاجة إبداع؟ وثالثاً، قوة المنصب بتاع القائد، هل معاه سلطة رسمية ولا لأ؟ لما نجاوب على ال3 أسئلة دول، نعرف إيه هو أنسب أسلوب قيادة للموقف ده بالذات. طيب بعد الرحلة الطويلة دي في تطور نظريات القيادة، خلينا بقى ننزل على أرض الواقع شوية. خلينا نشوف نموذج عملي أكتر، حاجات نقدر نستخدمها من بكرة الصبح في شغلنا، بتركز على إزاي القائد المفروض يتعامل مع فريقه بشكل يومي. نموذج هيرسي وبلانشارد ده عبقري عبقري في بساطته. بيقول إن القائد لازم يبقى عامل زي الحرباية، يغير لونه وأسلوبه على حسب الموظف اللي بيتعامل معاه. يعني إيه؟ تخيلوا معايا موظف لسه جديد خالص، ما عندوش خبرة وقلقان شوية. هنا القائد لازم يستخدم أسلوب التوجيه، يكون واضح ومباشر ويقول له اعمل 1 2 3. طيب لو الموظف ده متحمس جدا وعايز يشتغل بس لسه مش عارف إزاي، هنا الأسلوب يتغير للإقناع، القائد يشرح له ويدعمه ويبيعه الفكرة. وهكذا مع كل مستوى النضج للموظف، القائد بيغير أسلوبه عشان يكون هو الأنسب. كل النظريات اللي اتكلمنا عنها دي كانت بتحاول تجاوب على سؤال واحد: إيه اللي بيصنع القائد؟ بس في زماننا ده ظهر بعد جديد ومهم قوي للسؤال ده، وهو: هل نوع القائد بيفرق؟ هل في فرق بين قيادة الرجل وقيادة المرأة؟ الأبحاث في النقطة دي لسه شغالة ومفيش كلام نهائي، لكن الأرقام بتحكي قصة. يعني مثلا في دراسة اتعملت على أكبر 100 شركة في بريطانيا سنة 2015، لقوا إن 23% بس من المناصب الإدارية كانت بتشغلها سيدات. الرقم ده بيقول لنا إيه؟ بيقول لنا إنه بالرغم من كل التقدم اللي بيحصل، لسه في تحديات كبيرة، ولسه في سقف زجاجي بيواجه المرأة في طريقها للمناصب القيادية الكبيرة. وفي نهاية حلقتنا النهاردة، حابين نسيبكم مع كام سؤال كده للتفكير.
ويا ريت كل واحد يفكر فيهم. من وجهة نظركم إيه هي أهم 3 فروقات بين القائد والمدير في الشغل اللي بتشوفوه حواليكم؟ طيب أنهي مصدر من مصادر القوة ال5 شايفينه هو الأقوى والأكثر فعالية في الحقيقة؟ وسؤال كمان، ليه في رأيكم النظريات اتحركت من التركيز على صفات القائد للتركيز على الموقف اللي هو فيه؟ وأخيراً، حاولوا تفكروا في قائد تعرفوه كويس، يا ترى ممكن نحطه فين على الشبكة الإدارية؟ نتمنى تكونوا استفدتوا ومستنيين نشوف إجاباتكم وتفاعلكم في التعليقات. شكراً جداً ليكم.